سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم حبيت نقترح عليكم هذه الوصفه تاع الصابلي، تاع الورده ولا تاع القرنفل اللي راهو داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. بصح درتو بطريقتي الخاصه، الحق يستاهل الضجه اللي راهو دايرها. بزاف الشباب وبزاف ساهل وبزاف بنين، درتو بواحد الحشو. الحشو هذا يعني يشد مده طويله، حشو بزاف بزاف بنين. يعني الحشو درتو انا بطريقتي الخاصه، ماشي مكلف وبزاف بنين ويشد مده طويله، شهرين ما يخسرش، بكريمة الشامية والكراميل. أول حاجة كالعادة نصلوا ونسلموا على حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو هنايا في المقادير تاع الصابلي. هنا درت لكم لاغوسات تاعي تاع الصابلي اللي نعتمدها بزاف، وكل وحده دير لاباط اللي حبتها هي. المهم انا لاباط هذه ما نستغناش عليها. عندي 250 غرام مارغرين طريه، ديروا اي نوع استعمل يعني نتوما كو حابينو. عندي صفار بيضتين وبيضه كامله. هنا ما تقولوليش البيض بزاف وكامل، بصح هاد لا كونتيتي هادي رايحه تخرج لكم 30 حبه، والحبات عاليين. دير لكم 30 حبه صابلي، 2 مغارف كبار سكر كلاص، 2 مغارف كبار مايزينا، و2 مغارف كاكاو، ووحده لا ليفيغ، وشويه لافاني. المقادير دوك نكتبهم لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. تحبوا تخلطوا المكونات كامل مع بعض ضربه واحده وتضيفوا الفرينه، ولا كيما انايا خلطت الزبده مع السكر، من بعد ضفت البيض وكملت الباقي. المهم انا نخلط برك بالباتور باش يعاونني هذا مكان، سينو تقدروا تخدموها بيديكم عادي. واروحوا في لي كومونتير نقول لكم وشنو هي احسن نوعيه تاع مارغرين اللي تخدموا بها الصابلي باش ما تعييكمش، باسكو انا هاد المارغرين اللي استعملتها ما نزيدش كامل ندير بها، عيتني بزاف في الخدمه. باغ كونطخ لي مره نخدم بها ما قبل هايله، ندمت لي يعني اللي بدلتها، قلت نسي هاد المارغرين هذه فينالمون ما عجبتنيش كامل. المهم هنايا راني نضيف الفرينه والكيس تاع الخميره. في هاد لا كونتيتي ديروا ساشي تاع خميره كيميائيه. المقادير تاع الصابلي بالتفصيل تلقاوهم مكتوبين اسفل الفيديو، ما تحيروا ما والو. هنا الفرينه رفدت لي 350 غرام بليس هادوك 2 مغارف كبار تاع كاكاو، يعني 50 غرام، يعني كلش راهو 400 غرام. نشفوها، ما ديروهاش بزاف يعني حتى تيبس، وما ديروهاش طريه تلصق بزاف. كي تكونوا تطموا فيها تتنحى من يديكم. هنا كنت نخدم بلا سباتول، مي انا العجين نحب نحسو في يدي يكون احسن، ولا تقدروا تلموها بالبيتخان كيما راكم حابين. انا الفرينه عيني ميزاني نضيف بالعقل، مي عطيتكم مقادير مضبوطه تاع الصابلي. قلت لكم انا لا غوسيت تاعي تاع الصابلي ما نبدلهاش. في 250 مارغرين غرام مارغرين عندي 400 غرام تاع فرينه. حبيتوا ديروها كيما انايا شوكولاته، نقصوا من 400 غرام فرينه 50 غرام وتضيفوهم كاكاو. هذه هي القاعده. نطم العجينه تاعي حتى تتنحى من يدي وتشكل لي كره ما تلصقش. شوفوا فوالا، مالغري عذبتني شويه هاد المارغرين، مي سلكتها كملت خدمت بها. حنقسم العجين تاعي على زوج، ما تنساوش تغلفوه بابي فيلم. هاد العجينه ما تريح، ما تخليوها في الفريجيدار ما والو، خدموها مباشره. وإلا حبيتوا تخدموها وتخليوها يعني تخليوها تريح بيان، ولا ما عندكمش الوقت تخدموها سيغ بلاص، خليوها شويه طريه باسكو رايحه تزيد تشرب الفرينه هذيك. طريوها شويه زياده وديروها في كيس غذائي وخليوها في فريجيدار ولا برا كيما حبيتوا. نحلها هنايا نبسطها بالحلال، والسمك يكون خشين شويه، ديروها خشينه شويه باش تجي الحبه تاع الصابلي تاعكم تجي عاليه وتجي شابه. فوالا، واني نستعمل في المول هذا تاع الورده، ها هو. هاد لا فورم تاع الورده هذه جات شابه مع هذاك السيليكون تاع القرنفله، يعني والم معاها تخي بيان. كملتهم كامل، درتهم خرجوا لي 2 سنوات ونص تقريبا. طيبتهم في فرن مسخن على 180 درجه حتى يحمروا شويه من التحت، ما تحمروهمش بزاف، وخليتهم يبردوا. وهنايا نروحوا نوجدوا الكريمه تاع الشاميه. عندي هنا 150 غرام مارغرين، 100 مع 150 غرام تاع حلوه الترك. شريو تاع الميزان قيس 15 ميل، ولا يعطيكم كونتيتي كبيره خير من تاع لي بواط. هنايا تقدروا ديروا اكثر، ديروا نفس كميه المارغرين هي نفس كميه حلوه الترك، باش ما يجيكمش الكو تاع الزبده غالب، ولا يجي الكو تاع حلوه الترك يعني قاصح. ما تجيش كامل الكريمه هاد، يعني ما تجيش كامل حلوه هاد الكريمه هذه.
ونكهوها بمغرف كبيره تاع لافاني بودره، رايحه تعزز النكهه وتعطيكم مذاق رائع في هاد الكريمه هذه. انا هذا واش درت، ما درت لها حتى اضافات، ما حبيتش ندير لها سكر كلاص. هنا الناس اللي يحبوا الحلاوه تقدروا تزيدوا لها 50 غرام تاع سكر كلاص ولا 2 مغارف كبار كيما حبيتوا. انا حبيتها هكذايا. قاعد تخلطوا فيها واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق حتى تولي خفيفه فوالا، ماشي يضاعف شويه الحجم تاعها، مي تحسوها شغل يعني الفوليوم تاعها زاد شويه. نديرها في لابوش تاع لي ساشي هذوما باش تجيني برك الخدمه سهله. فوالا الصبري تاعي بعد ما طاب ما خليتوش كامل حمار بزاف، المهم تشوفوه نشف وجات ريحته نحيوه ونجي نلصقو بهذيك الكريمه هذيك. انا هنا نتبع في هذاك الشكل تاع الورده باش ما تقعدليش ما تقعدش هذيك الكريمه خارجه فوالا من كوتي، وتجيني سهله باش نغلقها. درت كوش هكذايا لاباس بها تكون خشينه شويه، وخليت فارغ في الوسط باش نعمرها بهذيك الكراميل اللي شفتوها. عاونتني بزاف لابوش في الخدمه، سهله بالبزاف، خير من سباتول ولا مغرف ولا، وتربحوا الوقت وخدمه تكون نقيه. ونجي نعمرهم بالكراميل في الوسط. انا كراميل درت توبي، لا مارك توبي جايه كيما الطوفيه كراميل. وشنو الطوفيه تجي سايله بزاف، رايحه كي لو كان ديروها في الحشو كي تغلاسيو الشوكولا تاعكم تقعد تخرج، يعني تخرج الكراميل من الشوكولا. جي بريفير توبي خير، جايه حكمه روحها بيان. وهنا تشوفوا فيها سايله شويه باسكو انا دوبتها شويه في الميكرووند، تجي جامده شاده روحها فوالا. ونغلقهم بهذه الطريقه هذه. هنايا من الاحسن بعد ما تغلقوهم باسكو الكريمه هذه فيها الزبده، دخلوهم الفريجيدار على الاقل واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه. فوالا انا دخلتهم شويه الفريجيدار، من بعد نجي نعمر لهم مليح هذوك الجوانب باش يجيني الكلاصاج مفيني، وتجي الحبه تاع الصابلي تاعي تجي مفينيه مليح. انا تحبوا تغلقوهم بصبعكم فوالا بسوليغون ولا صبعكم ولا كيما حبيتوا، ولا يعني بسباتيلا صغيره. انا عندي هاد لاسباتيل هذه بزاف صغيره تعاوني بزاف في الخدمه. وهنا وين نلقى فراغ نزيد نعمرو بلابوش باش كي نكلاصيو هذاك الفراغ هذاك ما تدخلش فيه الشوكولا، يعني يجي الكلاصاج تاعي يجي حابط هكا ديريكت. كملتهم عاود رجعتهم من الفريجيدار. لازم تكلاصيوهم وهما باردين مليح، خليوهم يبردوا بيان في الفريجيدار ولا في المجمد على الاقل 10 دقائق في المجمد قبل ما نكلاصيهم. هنا دوبت شوكولاته بالحليب هذيك تاع 500 غرام. وعندي هاد المول هذا تاع هاد الورده القرنفله، شوفوا هنا بنتي خربشتهولي. هذا هو اللي خدمت به، شريته من عند كازا فانيلا تاع خليفه بوخلفه تاع الجي سونتر جاي قدام المترو. دوك نخلي لكم رابط نطاقيه لكم فوالا في الانستغرام باش تشوفوا لاباج تاعو. ونشري من عنده انا كامل لوازم الحلويات اللي نخدم بهم كامل، نشريهم من عنده، نصيب عنده كلش، عنده لوكال ويجيب مام تاع لامبورطاسيون. ونجي نعمر هذاك المول هذاك باسكو فيه فراغ لداخل، نعمرو بالشوكولا هنايا بدون اضافات. استعملت شوكولاته بالحليب، ما تستعملوش السوداء، ما يجيش شكل تاعها شباب، تجي بزاف فونسي وتجي مره. فوالا هنايا لازم تدخلوه للمجمد 2 دقائق برك قبل ما تنحيوه، لازم يجمد. لازم تخشنوا شويه تبقى تاع الشوكولا تاعكم باش كي تجيو تنحوها ما تكسرش معكم، الا كانت رقيقه رايحه تتكسر. هنايا عندي ملاحظه فقط بالنسبه للناس اللي يخدموا لي كوموند ولا يخدموا كميات كبيره، مول واحد راح يعذبكم بزاف، دونك تقعدوا شاك فوا تعمروا وتبردوا وتنحوا. اللي حيديروا كونتيتي صغيره ولا هكا غير للدار ولا غير العياد، شرو غير مول واحد يكفيكم. باغ كونطخ اللي يخدموا لي كوموند ولا عندهم كونتيتي كبيره، شرو غير 3 4 وما تخافوش، ولا خدموا بعجينه السكر. انا جو بريفير شوكولا هكذا وما تنتكل، وعندهم نفس الشكل، يعني مديروش كامل بيناتهم لا ديفيرونس. ونجي نكلاصي الصابلي تاعي. هنايا هذيك عندي 500 غرام تاع شوكولاته بالحليب. في هذه الوصفه هذه بالورد بالكلاصاج بكلش رايحه دير لكم 35 حبه صابلي، يعني بالورد بالكلاصاج.
هنا شوكولاته اللي كلاصيت بها درت لها مغرف صغيره تاع الزيت، هذا مكان باش تجيني شويه خفيفه وما تجيش بزاف هكاك ثقيله باسكو راهو البرد. ولا كنتو في سخانه ديروها بدون اضافات. عندي بغوصادو هنا راني نوريكم بلي جديده، اي تبان كحله من البعيد باسكو دخلتها في الدوغي هدايا. هذا الدوغي كنت وريته لكم ديجا تاع البودره، زدت له بك هذاك الليكيد ديالو. فوالا هنا راني نرش فيهم من بعيد. هنايا شغل تلعبت لي شويه كي كنت نرش فيهم هنا كان يبان لي بلي ما لهمش مرشوشين باسكو كان هذاك الدوغي هذاك مازال ما نشفش. بعد ما نشف لقيت روحي بلي كثرت شويه. دونك نتوما ما تكثروش بزاف باش ما يجيش الحلوه تاعكم. شوفوا ما تجيش الحلوه تاعكم بزاف تبري. شوفوا هنايا ودوك تشوفوا من بعد كي نوريه لكم بعد ما نشف. انا الماركه اللي استعملتها هذه غاليه شويه، كانت عندي ديجا ويجي يعني الدوغي تاعها يجي قاصح. الوغ نتوما ما تكثروش بزاف. هاونيك الورده تاوعي هنا لا حبيتو ديروا لها شويه من هذاك الدوغي في الجوانب. فوالا ديروا ابان. قلت لكم انا ناوي يبان لي شغل كحل باسكو مشمخ. بعد ما نشف حسيتو ولا لي بزاف قاصح. انا عجبوني الوردات اللي ما درت لهمش الدوغي، عجبوني خير باسكو تجي الحبه تاع الصابلي فيها بيان هذاك الدوغي والوردات تجي سامبل وكل واحد والذوق تاعو. فوالا هنا من بعيد ماهوش يبان بيان. شوفوا انا قلبت لكم الحبه ومن بعد دوك نوريكم الحبات اللي خليتهم سامبل. شوفوا هنايا بعد ما نشفهم مليح ويبان فيهم بيان هذاك الدوغي. دونك هنايا لا فينيسيون تبقى اذواق، كل واحد يدير على حساب لو غو ديالو. مي فريمون بزاف بنين هاد الصابلي هدايا. مام الشكل تاعو يجي بزاف شباب. سورتو هذيك لا كريم لداخل زدت له واحد البنه هايله وما يجيش كامل حلو وما يقهمش، يعني الحلاوه تاعو راهي اكيليبري. نجي نقسم لكم هنايا حبه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل بزاف مبسس. انا ميم الكلاصاج ما نحبوش بزاف خشين. شوفوا تبقى تاع الشوكولا شحال رقيقه. شوفوا هذيك الكراميل كيفاش تجي حكمه روحها ما تجيش تسيل، تمشي تخي بيان الكراميل في هذه الوصفه هذه مع الشوكولا ومع الكريمه تاع الشاميه. جاي يدوب في الفم. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه. ننصحكم ديروها في قائمه الحلويات تاعكم تاع العيد. ماشي مكلفه بزاف وحاجه يعني بريزونطابل. تحمر الوجه. جا قلت لكم جاي يدوب في الفم، جا بزاف بنين. وهملك الحبات هنايا اللي خليت لهم الورده سامبل ما درت لهاش الدوغي. انا عجبوني هكذايا سامبل. فوالا وقلت لكم التزيين يبقى اذواق. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه وخليوا لي تعليقاتكم ورايكم فيها في لي كومونتير، ولا صوروا وخليوا لنا تطبيقات. عندي الجروب فيسبوك تاعي ولا انستغرام راني نخلي لكم الروابط تاعو دائما في صندوق الوصف اسفل الفيديو. قلت لكم يشرفني اشتراككم. ولي اول مره تشاهد قناتي نديرها نقولها دير ابوني فضلا منها هكذا باش يلحقها دائما الجديد تاعي ويلحقوها وصفاتي الرمضانيه. واستناو جديد من عندي. سلام.